بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ايه رأيكم النهاردة بقى نعمل طبق الكبسة الجميل ده او رز باللحمة؟ زي ما بتسموه عندكم عامة. هو طبق فيه كل العناصر الغذائية، سواء بقى البروتين، الخضار، النشويات. ولادكم هيحبوه. قبل ما نبدأ في الوصفة، اللي مش متابعني، أنا اسمي رانيا. أتمنى تشرفوني في قناتي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا. أنا عندي كده هنا ده نص كيلو من اللحمة. أنا مقطعاها قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده، وغسلتها ومصفياها كويس جدا. أهم حاجة تكون متصفية جدا، مفيهاش أي سوائل. حلة بقى على النار، هنحط فيها معلقتين من السمنة. أنا عايزة الحلة تسخن كويس جدا، السمنة سخنيها كويس جدا علشان ننزل باللحمة تاخد الصدمة. أنا عايزة اللحمة ما تنزلش السوائل بتاعتها. زي ما انت شايفة بقى كده، ما بنزلش باللحمة مرة واحدة، بنزل بيها حبة بحبة علشان الحلة بتاعتنا ما تبردش واللحمة كلها تاخد الصدمة معانا. انزلي بقى بالكمية بتاعتك كلها كده على مراحل، زي ما انت شايفة كده، حبة بحبة. ما تقلبيش فيها اول ما تحطيها، سيبيها تاخد الصدمة. بعدين نبدأ نقلب اللحمة بتاعتنا. زي ما انت شايفة بقى كده، انا دلوقتي لقيت لونها بدأ يتغير. بديها تقليبة واسيبها برضو واستنى عليها شوية كمان. مش بضيف لها الاضافات دلوقتي خالص. زي ما انت شايفة بقى كده بدأت تشتغل معانا كده. بنزل عليها بورقتين من اللورة، وفصين من الحبهان، وعودين من القرفة. واديها تقليبة ونستنى لغاية ما تنشف تماما. زي ما هتشوفي بقى دلوقتي كده، كده بقى شربت كل السوائل بتاعتها، هو ده المطلوب. اللحمة اتشوحت وشربت المية بتاعتها، ننزل عليها بقى بمية مغلية. انزلي عليها كده بحوالي كوبايتين من المية المغلية، اهم حاجة مية مغلية. النهاردة اي لحمة عندك تقدري تشتغلي بيها، امشي بس بالطريقة دي وهتشتغلي بيها وهتبقى زي الفل. انا في المرحلة دي ما حطيتش اي توابل خالص، غير زي ما وريتكم العودين القرفة والحبهان واللورة. اللحمة بتاعتي تغلي كويس، غطي عليها وهدي عليها النار، خلي النار يا دوبك كده شمعة. تستوي بقى براحتها على نار هادية. انا ما حطيتش ملح خالص دلوقتي. اللحمة بتاعتنا تبدأ تدخل في السوا، ننزل بقى عليها ببصلاية وطماطماية وقرن فلفل حار، نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة 7 بهارات، رشة من القرفة البودر. بحط كمان نص معلقة من الكركم. نقلب بقى التوابل والخضار وكل ده، نقلبهم كده مع بعض ونسيبهم تاني على النار لغاية ما نتأكد ان اللحمة بتاعتنا استوت. في المرحلة دي كده اللحمة بتاعتي استوت، والخضار كمان زي ما انت شايفة بقى دايب. نجيب بقى الرز بتاعنا ونغسله. انا بنزل كده الاول عليها بمكعب من مرقة الدجاج. الرز بتاعي انا مش بنقعه، انا يا دوبك بغسله، بس بغسله كويس وبصفيه. ومجهزة عندي برضو مية مغلية. بظبط الملح، انا لسه بقى حاطة الملح دلوقتي. اللحمة بتاعتك استوت، تحطي الملح بقلب جامد. ننزل بقى بالمية المقدار المظبوط للرز. طبعا زي ما انت عارفة، لو بتعايري بالكوباية، كوباية الرز ليها كوبايتين من المية. انا بعملها بالنظرية كده، وبرضو بندوق الملح بتاعنا مظبوط، يبقى تغطي عليها. الرز بتاعك يبدأ يغلي كده وتحسي ان دخل، ان هو بدأ يتشرب. زي ما انت شايفة بقى كده، نهدي على النار، يستوي بقى على نار هادية. تاخدي بقى شوية رز في حتة تانية خالص. الريحة كانت قلبة الدنيا. زي ما انت شايفة الرز بتاعنا مستوي ومفلفل، واللحمة كانت بتدوب دوبان. جربيه بطريقتي وان شاء الله هيعجبك، واتمنى لو جربتيه وعجبك ما تنسيش تدعميني بلايك. وطبعا كومنتاتكم بتفرق جدا معايا، بتفرحني. زي ما انت شايفة النتيجة كانت مرضية جدا، توابله مظبوطة والرز مستوي ومفلفل كويس جدا. بس كده، انا النهاردة خلصت الفيديو بتاع النهاردة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.